السلام عليكم. هنعمل مع بعض النهاردة أكلة مصرية شعبية أصيلة هتعجبكم قوي، وهي المسقعة باللحمة المفرومة. مفيش حد بيختلف عليها، طعمها يجنن. هتعملوها بالطريقة دي هتدمنوها حرفيا. أول حاجة هنحتاجها هي بطاطس، هنقطعها صوابع كده زي ما انتوا شايفين. هنحاول نخلي الصوابع مش كبيرة قوي كده، يعني تبقى صغيرة عشان نعرف ناكلها. وهنقطع كمان بتنجان، هنجيب البتنجان اللي هو الرومي الكبير ده وهنقطعه مكعبات صغيرة كده. وهنحتاج كمان فلفل اللي هو الحراق ده. وممكن تستغني عنه لو انتوا مش بتحبوا الفلفل زي كده. فانا اكتفيت بس بقرن فلفل واحد، ممكن تضيفي اكتر من كده وممكن ما تضيفيش خالص. هنبدأ بقى نحمر البطاطس ونحمر البتنجان زي ما قلتلك، قطعيهم كده مكعبات صغيرة، صوابع صغيرة البطاطس والبتنجان مكعبات صغيرة، عشان تقدري ان انتي يعني تغمزيها كده بالعيش وتاكليها بسهولة. هنا هبدأ احمرهم في زيت غزير لغاية ما ياخدوا اللون الذهبي كده. خلاص كده الكمية بتاعتي كلها بقت جاهزة. بعد ما حمرتهم كلهم هبدأ بقى اعصج اللحمة. هنحتاج طاسة سخنة على النار فيها مادة دهنية، معلقتين من الزيت، وهننزل بالبصل. بصلة كبيرة كده، يعني هنحتاج بصلاية كبيرة على نص كيلو من اللحمة. هنقلب كده البصل لحد ما البصل بتاعي يدبل. هنقطعه طبعا مكعبات صغيرة خالص كده زي ما انتم شايفين. هنا البصلة اهي بدأت تدبل معايا. اول ما البصلة بتاعتي تبدأ تدبل كده هنزل عليها باللحمة المفرومة. عايزة اقولك على نص كيلو اللحمة ده انا حطيت 3 بتنجان رومي كبير جدا، يعني كان حجمهم كبير. ممكن تحطي 4 صغيرين كده، وبرضو 4 بطاطس كبيرة كده. لو صغير طبعا زودي الكمية على حسب ما انت عايزة طبعا. هننزل بقى بعد ما البصلة تدبل هننزل عليها باللحمة المفرومة، وهنبدأ ان احنا نقلب فيها كده لحد ما لونها يغير وتبدأ تدخل في السوا. ممكن تضيفي مكعبات طماطم لو حابة برضو، بتدي طعم كده وتسكيرة حلوة، ولكن انا اكتفيت هنا بالبصل بس. بعد كده بقى اول ما لونها يغير كده وتبدأ تدخل في السوا هضيف لها الملح والفلفل الاسود وبهارات اللحمة. وهنبدأ بقى نقلب كل المكونات دي كده مع بعض. انا بحب اضيف البهارات بعد ما تبدأ تدخل في السوا كده، مش وهي نية يعني. بحس انها بتتشربها افضل، يعني بتكون اللحمة كده اتفرفتت كده واتشربتها اكتر. بحب كمان اضيف ربع كوباية من المية عشان تطلع طعمها جوسي كده ما تبقاش ناشفة. حطيت ربع كوباية من المية وقلبت كل المكونات دي كويس جدا مع بعض، وبعدين هغطيها واسيبها على نار هادية بقى تستوي خالص. هي مبتاخدش وقت معايا، يعني ممكن ربع ساعة او تلت ساعة هتكون اللحمة استوت. بتسيبيها على نار هادية كده وسيبيها تستوي على نار هادية. بس كده اللحمة المعصجة كمان بقت جاهزة معايا، هركنها على جنب وهبدأ اعمل الصلصة. هنحتاج حلة على النار، هنسيبها تسخن وننزل عليها بالمادة الدهنية معلقتين من الزيت، معلقتين كبار من الزيت. وهننزل بقى ب4 فصوص توم كده مطحونين. طبعا الثوم هنا اساسي في الوصفة دي، يعني ما تعمليهاش لا بالبصل، هي كده كده هنحتاج يعني فيها بصل اللي هو بتاع اللحمة المعصجة، فهنعملها بالثوم. المسقعة روحها الثوم، يعني الثوم حلو جدا فيها. هنقلبهم كده كويس قوي. طبعا قلنا 4 5 فصوص توم كده مفرومين، هننزل بيهم لحد ما لونها يبدأ يصفر كده. التومة يبدأ لونها يصفر، أو أول ما تصفر كده هنزل عليها على طول بعصير الطماطم. عصير الطماطم أنا احتجت هنا حوالي كيلو إلا ربع من الطماطم، حطيتها في الخلاط معاها طبعا المية، عملتها عصير ونزلت بيه عصير الطماطم، وعليه طبعا الملح والفلفل والكمون. دول الأساسي، ملح وفلفل وكمون البهارات بتاعتها. وهسيبها بقى تتسبك. أول ما تبدأ إن هي تغلي كده هوطي النار وهسيبها تتسبك على نار هادية. أول ما الصلصة بتاعتي تتسبك يعني تبدأ كده تتسبك، بس ما تتسبكش أو يعني تتسبك نص نص كده، تبقى فيها مية يعني.
هنزل عليها باللحمة المفرومة البتنجان بقى والبطاطس والفلفل، وهقلب كل المكونات دي مع بعض. شايفين الصلصة ما تسبكتش قوي يعني، هي نص تسبيكة كده. هقلب بقى كل المكونات دي مع بعض، واسيب بقى ده كله كده يكمل بقى تسبيكة الصلصة تكمل مع باقي المكونات. يعني هسيبهم بقى كده كلهم كده يتسبكوا على نار هادية عشان ياخدوا من طعم بعض كده بقى. يعني الصلصة تاخد من طعم الحاجات دي كلها من اللحمة ومن المكونات دي. هسيبهم كده يتسبكوا على نار هادية لمدة من ربع ساعة لتلت ساعة كده بس كده. وهنا بقت جاهزة معايا خلاص. انا بحبها برضو كده، شايفينها هي عمالة تبقبق كده. انا بحبها تبقى برضو ايه فيها يعني شوية كده جوسي، مش تبقى الصلصة ماسكة فيها يعني. اهي هنا خلاص سبتها عمالة تتسبك بقى، وخلاص كده بقت جاهزة معايا. وبألف هنا، جربوها بجد مش هتندموا وهتدمنوها حرفيا يعني. بتنفع في فطار في غدا يعني، ممكن كمان اللي يتبقى منك تفطري بيه حاجة كده وهمي يعني. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وبألف هنا.